هناخد النهاردة ازاي نقرأ في اللغة الكورية. الكلمة في اللغة الكورية مكونة من مقطع او عدة مقاطع. المقطع الواحد مكون من الهانجل اللي هي الحروف الكورية، سواء اذا كانت ساكنة او متحركة او مركبة. يعني مثلا كلمة زي نا اللي هي انا دي الكلمة مكونة من ايه؟ من مقطع. المقطع مكون من ايه؟ من حروف اللي هي الهانجل. الحرف الاولاني لازم يكون ساكن اللي هو النا، الحرف التاني لازم يكون متحرك اللي هو الآ. يبقى تاني، الكلمة في اللغة الكورية مكونة من مقطع او عدة مقاطع. المقطع الواحد مكون من حروف ساكنة او متحركة او مركبة. طيب مقطع زي ده او الكلمة زي دي مكونة من كم مقطع؟ مقطع واحد. المقطع الواحد ده مكون من كم حرف؟ حرفين اتنين. الاولاني نا الاولاني نا وده حرف ساكن ولازم يكون حرف ساكن. التاني حرف متحرك اللي هو الآ، ولازم يكون الحرف التاني هو حرف متحرك. يبقى الكلمة دي اللي هي نا عبارة عن مقطع واحد. المقطع الواحد ده مكون من حرفين اتنين، الاولاني ساكن والتاني متحرك. يبقى تاني، ده شكل المقطع، بيكون في شكل افقي، يعني الحرفين جنب بعض، الحرف الاولاني ساكن الحرف التاني متحرك. ممكن تجيلي كلمة مكونة من مقطع واحد برضو. المقطع الواحد مكون من حرفين اتنين بس في شكل افقي او عمودي، يعني الحرفين الاتنين فوق بعض او تحت بعض. يعني الاولاني اهو ساكن التاني متحرك، اهو اللي فوق ساكن التاني متحرك. اي مقطع في الدنيا لازم يبدأ بحرف ساكن. خلاص، يبقى الاولاني لازم يكون ساكن، التاني لازم يكون متحرك. يبقى تاني، عندك كلمة في اللغة الكورية زي نا، زي سو، دي كلمات في اللغة الكورية. الكلمة الواحدة مكونة من مقطع او عدة مقاطع. المقطع الواحد مكون من حروف زي كلمة نا دي عبارة عن كلمة. طب كم مقطع؟ هي مقطع واحد مكون من حرفين اتنين جنب بعض، او كلمة مكونة من مقطع واحد والمقطع مكون من حرفين اتنين فوق بعض شكل رأسي او عمودي. زي نا اللي هي انا، الاولاني ساكن ولازم يكون ساكن، الحرف التاني متحرك ولازم يكون متحرك. طيب ماشي. طيب عندي كمان بقرة يعني سو يعني بقرة برضو. دي كلمة مكونة من مقطع واحد. المقطع الواحد مكون من حرفين اتنين، الاولاني س ولازم يكون ساكن، التاني او حرف متحرك ولازم الحرف التاني يكون حرف متحرك، والمقطع جاي في الشكل الرأسي او عمودي. يبقى تاني، ممكن الكلمة عندي تكون شكلها المقطع بتاعها الكلمات بتاعته جنب بعض او فوق بعض. يبقى تاني، عندي ادي الكلمة اهي مكونة من مقطع واحد، والمقطع ده شكله عامل ازاي؟ الحروف بتاعته جنب بعض. او الكلمة مكونة من مقطع واحد، المقطع شكله عامل ازاي؟ الحروف بتاعته تحت بعض. خلاص، في شكل عمودي او راسي او في شكل افقي. يبقى النهاردة عرفنا ان الكلمة في اللغة الكورية مكونة من مقطع او عدة مقاطع. المقطع الواحد مكون من حروف. ممكن تجيلي كلمة مكونة من مقطع واحد وفيها حرفين اتنين جنب بعض في شكل افقي او رأسي او عمودي، زي ما احنا بنقول عليه عمودي كده، فوق بعض او تحت بعض. جنب بعض حرفين اتنين جنب بعض، الاولاني ساكن التاني متحرك. حرفين اتنين تحت بعض، الاولاني ساكن التاني متحرك. ده شكل من شكل المقاطع او الكلمة في اللغة الكورية. يبقى عندي الكلمة في اللغة الكورية مكونة من مقطع او عدة مقاطع. ممكن مقطع يجيلي مكون من حرفين اتنين، والحرفين اتنين يكونوا جنب بعض او فوق بعض شكل افقي او عمودي او رأسي. وممكن كمان تجيلي الكلمة في شكل مقطع مكون من 3 حروف، الثلاث حروف جنب حرفين اتنين جنب بعض والتالت تحتهم اللي هو البات شيم اللي احنا بنقول عليه، او الثلاث حروف فوق بعض واخر حرف بيكون البات شيم، والشكل ده هنشوفه بعد كده. المهم ان انا عندي دلوقتي الكلمة في اللغة الكورية
مكونة دلوقتي من مقطع واحد. المقطع شكله عامل ازاي؟ مكون من حرفين اتنين، الاولاني ساكن ولازم يكون ساكن، التاني متحرك ولازم يكون متحرك. فلما اجي انطق بنطق الساكن الاولاني، بعد كده بنطق التاني. الاولاني الحرف الاولاني حرف ساكن اسمه ايه؟ ن ن ن ن. طب الحرف التاني اسمه ايه؟ وحرف متحرك. لما اجي انطق الن مع تبقى نا 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 نا. جبت الحرف الساكن الاول، بعد كده الحرف المتحرك. دول حرفين اتنين، يعني مقطع واحد اهو مكون من حرفين اتنين. الحرفين الاتنين دول عملوا مقطع. المقطع اتقرا اللي هو نا، بقت معناها انا في اللغة الكورية نا. يبقى الكلمة دي نا اللي هي انا، دي كلمة معناها انا ومكونة من مقطع واحد. المقطع الواحد